السلام عليكم، انا انس خالد وحلقه النهارده بعنوان افضل 15 فيلم مصري في 2023 من حيث الايرادات. يعني القائمه دي مش معناها ان ده هو افضل يبقى ده احسنهم، ده الافضل من حيث الفلوس فقط لا غير. والمقياس هنا هي الايرادات بتاعت السينما المصريه، مش ايرادات السينما في السعوديه ولا اي ايرادات في اي دوله تانية. على مستوى السينما المصريه هي دي القائمه اللي هتضم معانا النهارده بس. ومن غير ما نطول في المقدمه نخش في المركز ال 15. الفيلم اللي كان بالنسبه لي مفاجاه جدا ان يكون في المركز ده، كان شايفه يستحق اكتر من كده بكتير جدا كمان، هو فيلم عالزيرو اللي جمع ايرادات تقدر ب 13,344,145 جنيه. فهو رقم صراحه بالنسبه لقيمه الفيلم الفنيه لا قليل خالص على الفيلم ده. ونروح لمركز ال 14. فيلم اخي فوق الشجره واللي جمع ايرادات تقدر 15,266,967 جنيه. نروح لمركز ال 13. فيلم شلبي واللي بالنسبه لي برضه كان يستحق مركز اعلى من دوت بكتير جدا، واللي جمع ايرادات تقدر ب 15,601,697 جنيه. نروح للمركز ال 12. فيلم بعد الشر اللي جمع ايرادات تقدر ب 15,911,745 جنيه. نروح للمركز ال 11. فيلم مرعي البريمو واللي جمع ايرادات تقدر ب 16,271,661 جنيه. كتير صراحه على الفيلم. نروح لأفضل 10 من حيث الإيرادات في السينما المصرية في 2023. فيلم شماريخ وده لسه لغاية دلوقتي بيتعرض، فوارد جدا يكون إيراداته تبقى أعلى من اللي أنا هقولها دلوقتي. فالحلقة دي هي إيراداتها واقفة لحد 31 ديسمبر، الأفضل في 23 من حيث الإيرادات. يعني أي جنيه بعد كده يعتبر مش موجود معانا في القائمة دي، مع إيرادات تقدر ب 18,333,967 جنيه. نروح للمركز التاسع. فيلم رعب موجود في القايمة من أكتر 10 ويجمع إيرادات زي دي أكتر من 30 مليون، فشابوه صراحة للفيلم وشابوه لأحمد داوود. ده يديك حق إن مش لازم أفلام أكشن، مش لازم أفلام كوميدي، لا أفلام رعب بدأت تجيب إيرادات وإيرادات كبيرة جدا كمان. فيلم يوم 13 واللي جمع إيرادات تقدر ب 31,240,591 جنيه. ونروح للمركز الثامن. فيلم فوي 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 واللي جمع إيرادات تقدر 32,953,406 جنيه. ونروح للمركز السابع. فيلم مستر اكس واللي جمع ايرادات تقدر ب 35,467,141 جنيه. ونروح للمركز السادس. فيلم وش في وش واللي جمع ايرادات تقدر ب 35,718,422 جنيه. ونروح للمركز الخامس. فيلم هارلي واللي جمع ايرادات تقدر ب 35,934,566 جنيه. ونروح للمركز الرابع. فيلم البعبع واللي جمع ايرادات تقدر ب 41,018,966 جنيه. ونروح للمركز الثالث. فيلم تاج واللي جمع ايرادات تقدر ب 42,598,796 جنيه. ونروح للمركز الثاني. فيلم العميل صفر واللي جمع ايرادات تقدر ب 43,492,568 جنيه. ونروح للمركز الاول. والفيلم اللي فارق برقم كبير جدا صراحة أضعاف الأفلام اللي قبليه وهو فيلم بيت الروبي واللي جمع إيرادات تقدر ب 129,846,801 جنيه. رقم فلكي صراحة. وكمجموع الإيرادات لأكتر 15 فيلم حقق إيرادات السنة دي في السينما المصرية 523,000,141 جنيه. وهنقارن طبعا الإيرادات دي بإيرادات السنة الجاية، نشوف في تطور في الإيرادات ولا لا. كل حلقة إيه أكتر فيلم شاف المكالمة دي إن هو اتظلم وكان يستحق مرتبة أعلى من كده؟ أنا شايف في أفلام كتيرة جدا صراحة اتظلمت من حيث الإيرادات، زي عالزيرو، وش في وش، وشلبي. في فعلا كذا فيلم اتظلم من حيث الإيرادات. وبس كده، لا بقى 15 لايك والاشتراك وسلام.